صباح الفل، صباح الجمال، صباح العسل على عيونك اللي بتشوفي الفيديو وتحطي لايك للفيديو، تعملي كمان تعليق كده حلو زيك. صباحنا يا رب كده ان شاء الله يكون صباح الخير عليا وعليكم وعلى كل اللي بيشاهدوني من مصر او بره مصر او من اي دولة. يا رب كده يكون صباح خير عليكم. النهارده روتين جميل جدا، صابح جدا، روتين بقى نحدى الكسل والنشاط والحر والفرهده اللي احنا فيها. بجد الصيف السنه دي صعب جدا. قالوا ان الجو هيتعدل ويبقى كويس، لا في رطوبه عاليه جدا مهما كان، برضو مع ان احنا في منطقه زراعيه بس برضو في رطوبه عاليه، في عرق كده وتلزيق. والواحد والله يعني بيحاول على قد ما يقدر ان هو يتحدى كل الكلام ده، يدخل المطبخ وما ادراك ما وقفه المطبخ كلنا عارفينها. غسيل مواعين، انت بتغسلي مواعين بالميه وعماله تنزلي ميه من كل حته، من يعني بصي هدومك صعبه قوي، وانت كمان بتصوري ولابسه بكم، فهو فرهضه فرهضه يعني. فالحمد لله الحمد لله، ربنا يديمها نعمة طبعا ويحفظها من الزوال. تعالي كده واحنا بنغسل المواعين دايما يا حبيبتي رطبي لسانك بذكر الله. دايما اما تقومي الصبح كده حاولي تقولي اذكار الصباح. اما قبل ما تنامي بالليل قولي اذكار المساء. والله يا بنات بتفرق جدا معاكم، بتفرق معاكي. يعني مثلا لو انت مش حافظاها حطي الزقي صورة كده، بيبقى في حاجات صور كده وحاجات طباعة وتبقى بخط واضح وحلو جدا. بتتباع في المحلات وفي المكاتب. هتجيبيها وتلزقيها على السيراميك او في اي حته في المطبخ بتاعك تكون عينك شايفاها، يعني تكوني بتقفي جنبها على طول، مثلا فوق الحوض بس ما يجيش طبعا عليها ميه. عندي ضرفه دولاب مطبخ. اي حاجه اي حاجه انت ايدك بتيجي عينك بتيجي عليها فانت اعمليها. حطيها فيها. المهم تعال نقول شوية من أذكار الصباح. أول حاجة طبعا هتقولي سورة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات، وطبعا كلنا حافظينهم. أنا طبعا بغسل وقت المواعين، ودايما طول ما أنا بغسل المواعين أبدأ أصلي على النبي وأقرأ أذكار الصباح، حتى لو قمت وقرأتهم طول ما أنا شغالة في المطبخ بقعد أقرأ أذكار الصباح. كل حاجة أي حاجة أنا حافظاها، حتى لو في ذكر كده انا مش حافظاه ببدا ان انا اسمعه لنفسي، واحاول كل شويه اسمعه لنفسي علشان ما انساهوش وعشان احفظه. تعال بس كده نقول ذكرين 3. اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم بك اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله والشكر لله على كل نعم ربنا علينا. الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله في الابتلاء، الحمد لله في كل حاجة. والله لو حمدنا ربنا على كل حاجة بتحصل لنا هتعرفي ان ربنا اختار لك الأحسن والأصلح ليكي. لو انت دايما بنقول لو اطلعتوا على الغيب لاخترتوا الواقع. يعني ربنا ساعات بيحوش عننا حاجات احنا بنبقى محتاجينها وبنبقى هنموت عليها، يعني بنبقى بنتمناها. اللي بيتمنى بيت، واللي بيتمنى عيال، واللي بيتمنى فلوس، واللي بيتمنى، بس ربنا أنعم علينا بحاجات تانية كتير. يعني بصي دايما للنعم اللي عندك، ما تبصيش للحاجة اللي ناقصاكي. دايما ما تبصي للنعم الموجودة عندك، ربنا هيزيدك فيها ويبارك لك فيها ويديكي نعم زيادة عليها. انما لو بصيتي لنص الكوباية الفاضي وسبت المليان ونسيتي تذكري ربنا وتحمديه وتشكري فضله على النعم اللي هو النعم كل حاجة، بيت قويكي، اولاد كويسين، زوج صالح، ناس بتحبك، اي حاجة من دي والله نعمة. صحتك نعمة، حب الناس ليكي نعمة، ان انت واقفة في مطبخك بتعملي اكل لاولادك ده نعمة. انك واقفة على رجليكي بتذاكري لاولادك وتوديهم دروسهم وتشوفي مصالح بيتك وكل حياتك دي نعمة. نعمة الأهل، نعمة الأصدقاء، نعمة حب الناس، نعمة البركة في الرزق القليل أو كتير، نعمة الصحة، نعمة الأولاد. كل دي نعم عند ربنا. نعمة ان انت قاعدة في بيتك في البرد وحاجة بتقويكي من البرد، بيت مقفول عليكي وسقف متويكي. نعمة الصيف انك مش في حر الشمس، ومش بتخرجي الشارع في عز الشمس وعز الحر وكلام من ده. بصي كل دي نعم لازم نبص ليها، لازم نبص عليها. رضاكي باللي انت فيه، او اي ابتلاء انت جايلك او اي ضيق رزق او اي حاجه، دي نعمه.
رضاكي ده نعمة، وده كرم من ربنا عليكِ، والله ده كرم من ربنا عليكِ إنِّك ترضي بأي حاجة، أي حاجة حصلت. مهما يا بنات كنا بنتضايق أو بنتعصب من حياتنا أو من مشاكلنا أو أي حاجة، بس الواحد لمّا بيهدى بيبقى متعصب كده في الأول، بس بعد كده ما يهدى يقول الحمد لله، أكيد هتتحل، أكيد هتبقى كويسة، أكيد الدنيا هتمشي. وفعلًا سبحان الله ربنا زي ما بيقول لِك كده: "ما ضاقت إلا لمّا فرجت". فعلًا، فعلًا ربنا ما بيضايقهاش على حد، ودايمًا اللي يبقى عنده يقين بربنا وثقة في ربنا بجد يا بنات ما ربنا عمره ما بيخذله، حقيقي ربنا ما بيخذلش حد. قومي واتنشطي واعملي مهما كنتِ تعبانة، مهما كنتِ كسلانة، مهما كنتِ مكتئبة، مهما كان في حياتِك من مشاكل، لأ إحنا نشيل كل المشاكل اللي حوالينا ديّة ونسيبها لربنا ونسيبها على ربنا وكل حاجة هتتحل. الحياة بجد يا بنات عايزة إنِّك تكافحي، إنِّك تصبري، إنِّك تشدي من أزرِك زي ما بيقولوا. ما حدش هيشد من أزرِك، ما حدش هيقول لِك قومي اعملي، ما حدش هيقول لِك هينشّطِك، والله الدنيا كلّها تلاهي وكل واحد ملهي بحياته بحواراته، وهتلاقي كل الناس ملهية عنِّك، ما أنتِ كمان ملهية عن الناس وعن أصحابِك وعن أهلِك وعن الناس دي كلّها. فأنتِ حاولي بقدر الإمكان أنتِ اللي تشجّعي نَفْسِك وكل حاجة. قومي كده الصبح اعملي كوباية شاي وهاتي لِك ساندوتش وافطري بمزاج وبروقان كده، ودايمًا خلّيكِ رايقة ومزاجِك حلو، مهما كان في مشاكل خلّي الدنيا تمام. قولي أنا ثقتي في ربنا كتير. أنا دايمًا، دايمًا، دايمًا لمّا تضيق بيّا أقول كلمة واحدة بس، أقول: "وظني فيك يا سندي جميل، وظني فيك يا سندي جميل". ربنا هو السند، ربنا هو السند، فأنا ظني فيه دايمًا جميل، إن هيخرّجني من المحنة اللي أنا فيها، اللي هيرتّب لي حياتي. أنا بابقى نايمة مثلًا وفي مشكلة أقول لأ ما لهاش حل، أقوم الصبح هتلاقيها لها مليون حل في دماغي. طبعًا خلّصت المواعين يا بنات ودخلت بقى، كنت جايبة شوية حاجات كده. أنا ساعات باروح السوق وساعات لأ، ساعات في بتاع خضار بيعدّي من تحت البيت أو من جنب البيت، فباجيب منّه الحاجات ديّة أمّا بيكون الحاجات سعرها كويس. وساعات باروح السوق، بس أنا دلوقتي جايبة الحاجات دي من على الباب كده، فبتبقى كويسة وسعرها حلو، وعارفة يعني أسعار السوق وكده. فجِبت بصل، كنت جايبة ال4 كيلو ب30 جنيه، 4 كيلو بصل ب30 جنيه. طبعًا شايفين الخضرة في الصيف أو الشبت والحاجات دي بتبقى صفرا شوية، فأنا هاقعد كده على جنب شوية وافرش حاجة في المطبخ على الأرضية كده، وافضل أنقي الأصفر منها ده أرميه، والأخضر ده باخرطه وباعينه في الفريزر يا بنات، أو الرف اللي تحت الفريزر اللي بيبقى الباب ده. جبت بامية وهي كبيرة شوية بس طرية، فاهمين انتوا اللي هي البامية طرية كده، مش ناشفة ومش مبذرة، لا جميلة قوي يا بنات. يعني مثلا ايه، انا جايبة كيلو ب10 جنيه، فهي كانت فرصة. وكان فيها صغير، واما أمعتها بجد كانت تحفة والله بجد حقيقي. جبت كمان فلفل الوان، والفلفل الالوان يا بنات انا مستغرباه بجد ان هو كان من سنتين 3 كان مبلغ وقدره، وكان بيبقى قليل جدا في السوق. فدلوقتي لأ، الفلفل الألوان مش قليل خالص، ولأ موجود و بكثرة كمان، وسعره بقى بسيط خالص. يعني أنا جايبة الشوية دول ب15 جنيه، الكام فلفلة 5 فلفلات دول ب15 جنيه. جايبة كمان ليمون، شايفين الليمون وجماله السنة دي الليمون زي ما بيقولوا كده مرمي كده في السوق، الكيلو ب10 جنيه. يعني شوفي الفلفل ده ب15، جايبة الخضرة دي ب5 جنيه والله بجد حقيقي صعبة. جايبة هو الراجل بتاع الخضار قال لي ال5 شدات ملوخية ب10 جنيه، أنا جبت منه ال8. وهو وافق، لأن خلاص هو كان في آخر النهار وهروح بيهم وهيبوظوا منه، فهو قال لي خلاص خديهم ال8، وخدتهم وعملت بيهم أحلى ملوخية. كانت بجد ملوخية جميلة جدا زي البلدي كده، اللي هو عودها من أوله لآخره فيه ملوخية. كنت يا بنات وريكم في الفيديو اللي فات ان انا كنت جايبه كبد فراخ وقلوب. يعني هما بيحطوا كبد فراخ وقلوب. والقلوب ديت انا بفتحها بالشكل ده، ولازم تفتحها بالمقص او بالسكينه، لان بتطلع من جواها زي الدم متجلط كده. فالاحسن ليكي ان انت تنضفيها وتفتحها بالشكل ده عشان ما تقرفيش منها، ومبقاش فيها اي حاجة متجلطة أو أي حاجة مش نضيفة. بقسمهم من بعض كده، وبنضف الكبدة، وكمان بفتح القلب كده. وأنا ليا طريقة مختلفة في عمايل الكبدة بتاعة الفراخ، بعملها بطريقة جميلة جدا، الأولاد بيحبوها وإحنا كمان بنحبها. فاللي هو أنا مش بعملها كده بس لأ. الطبق اللي قدامك ده، اللي أنا شوية الكبدة اللي أنا بعملهم دول كانوا ب50 جنيه،
فاهمه يعني ايه ب50 جنيه؟ اكله غدوه هتكلفك 50 جنيه، وهتاخدي هتاكلي احلى كبده. وعلى القليله يا بنات، مش الكبده المجمده بتاعت البقره اللي اصلا انت مش عارفه مصدرها ايه، انما الفراخ دي مدبوحه ومش متجمده. يعني انا مش جايبه الكبد دي متجمده، والقلوب دي متجمده، لا 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 خالص. انا جايباها من واحد بتاع فراخ بيذبح الفراخ قدامي كده. فاللي بيبقى عايز يعمل بانيه بياخد افخاد لوحدها، دبابيس لوحدها، صدور لوحدها، بيتعمل بانيه. فطبعا مش بياخدوا الحاجات اللي هي بتاعت الفرخه، اللي هي الكبده والقنصه والقلب وكلام من ده. فبيعملوا القنصه لوحدها، وفي بيعملوا اطباق تشكيله على بعض وكلام من ده. انا الكبده دي يا بنات بعملها بطريقه حلوه قوي، بتخليها مفيش فيها ريحه زفاره ولا اي حاجه. يعني بعد ما اخلصها خالص هنقعها في ميه وملح وليمون، حاصر الليمون وارمي قشر الليمون فيه، وكمان شويه من الخل. بس كده؟ لا مش بس كده، انا مش بعملها كده بس عشان تطلع لك ريحه الزفاره. عايزه اقول لك على طريقه مختلفه جدا ليها، هتشكريني بجد لما تدوقي كبد الفراخ والكلام من ده. طبعا لونها اتغير، اقول لك ليه. غليت شوية مية في الحلة، وحطت لهم شوية من الملح وشوية من الكمون وشوية من وليمونة معصورة، وبحط كمان قشر الليمون معاها يغلي في المية. أول ما المية تغلى بسقط فيها الكبد والقلوب اللي أنا غسلتها كويس جدا ونقعتها بالملح والخل والليمون. بسقط فيها الكبدة لمدة 10 دقايق، وبجيبها أقطعها بالشكل ده. طبعا الكبدة بتبقى مهرية كده، هي 10 دقايق، لأن الكبدة بتستحملش أصلا أي حاجة. القلب اللي بيكون ماسك متماسك شوية. طب انت يا هبه بتعمليها ازاي بالطريقه ديت، او بتعمليها بعد كده ازاي بالبصل وكلام من ده؟ طبعا مقطعه بصلتين، لان هي الكبده بتبقى محتاجه بصل كتير، والبصل كمان انا بسيبها تستوي على الهادي كده. وكمان البصل ده بيكرمل معايا، يعني بيديني لون بني للكبده، بيبقى جميل جدا. بقطع البصلتين، بقطع فلفل، مقطع فلفل اخضر، الاخضر هيت، وفلفله حمراء وفلفله صفراء. وانتي ومزاجك، عايزه تحطي فلفل حراق حطي، مش عايزه تمام. انا كان بصراحه يا بنات عندي فلفل حراق اجارك الله، يعني الشطايه كده يعني عندها استعداد ان هي تعمل لك حله محشي وتخليها لك ولا على نار، بدون شطه بدون اي حاجه. بجد والله قلت منه شويه، احنا ما كناش عارفين نقعد اصلا في البيت من ريحه الفلفل، لان بجد صعب جدا. فخفت بقى ان انا احطه، لان كمان عندي اطفال صغيره، فخفت ان انا احط الفلفل دوت في الكبده، فمش هتاكلها. بنتي الصغيره مش هتاكل الكبده، تقولك لا حراقه ومش هاكلها. فاحنا بنحاول ان احنا نعمل على مزاجهم يعني، والحاجات اللي مش تتعبهم. خلصت يا بنات تقطيع كده، وهقطع كمان الفلفل والحاجات دي كلها وهخلصها. بعد كده هعمل ايه؟ بعد ما قطعت الفلفل والحاجات دي هجيب حله. انا دايما يا بنات مخصصه، واعملي الحركه دي حقيقي والله، دايما خصصي حله للكبده بس، سواء كبده البهايم، كبده الفراخ، كبد وقوانص، اي حاجات من دي، اي حاجه فيها كبد خصصي ليها حله الوحيده. ليه؟ علشان مهما غسلتي الحله بتاعت الكبده بيفضل فيها اثار للريحه. مش عارفه ان كان كلكم زي كده، ولا انا اللي مختلفه، ودايما بشم ريحه الكبده دي. فانا مخصصه حله تيفال كده، بحط فيها الكبده ومخصصاها للكبده، بلدي بقى مجمده، كبد وقوانص، باقي اي حاجه من دي تمام. هقطع البصل. اول حاجه هعملها في الكبده ان انا هروح احط شويه من الزيت، شويه حلوين كده محترمين، واحط فيهم فصين توم مفرومين. اول ما الفصين التوم يصفروا كده ويطلعوا الريحه بتاعتهم، هنزل عليهم بالكبد اللي انا مقطعاها قدامك دي. وبعد كده هشوحها مع بعضها في البصل والكلام ده. وبعد كده هخليها هنزل عليها بقى بعد ما اقطع البصل، واقطع الفلفل الاخضر، واقطع الفلفل الاحمر، واقطع الفلفل الاصفر ده. كل الفلفل ده يتقطع جوان او شرايح. بعد كده هحطه في بوله، هحط عليه ملح وفلفل وكزبره ناشفه، كزبره مفرومه يعني بس ناشفه، كزبره ناشفه اللي هي بتاعت البهارات دي. يكون عندك شويه مفرومين وتحطيها. انا عايزه اقولك ان الكزبره بتودي الكبده بتاعت الفراخ دي في منطقه تانية خالص. هتاكلي احلى كبده فراخ بدون زفاره وبدون اي حاجه. الكزبره يا بنات بتمنع الزفاره بتاعت الكبده كمان، غير ان احنا اصلا انت لو اكلتيها اصلا بالشكل ده ولو جيتي تشميها مش بعد كل اللي احنا عملناه فيها، مش هتشمي ريحه زفاره خالص، وهتحبيها جدا. هقطعها واحط عليه ملح وفلفل بقولك وكزبره، وبعد كده هنزل بيه كله في الحله اللي فيها الكبده مع الثوم. وبس كده هوطي عليها. اول ما احس ان هي، عشان هي كمان بتاخد صدمه فبتنزلش ميه،
اول ما احس ان هي بدات تنشف هزودها ربع مج ميه، نص مج ميه بالكتير، واسيبها تستوى على اخرها خالص. وبعد كده اشيلها واعمل بها معاها طحينه وبطاطس مقليه، عندك شيبسي تمام حطي. وبقطع كمان فلفل دوت. وطبعا اولادي الكبار بيحبوا الفلفل الحراق، فقطعت لهم كمان فلفل حراق معاها علشان ايه؟ هما بيحبوا الفلفل الحراق وما رضيتش احط في الكبده عشان بنته الصغيره تاكل. فاللي هو غدوه سهلة، اقتصادية، سريعة. يا رب كده يكون فيديو النهاردة عجبكم. روتين بسيط، يكون روتين تسهيل، روتين جميل. ابدأي الصبح بدري، قومي اشتغلي، خلصي حاجتك، خلصي ترويق بيتك، شغلي قرآن في بيتك. القرآن بيفرق معاكي ساعة ما كده بتحسي بالقرآن كده الصبح وانت مشغلاه، بيديكي قوة وبيديكي نشاط وبيديكي حيوية وبيديكي ايمان بالله ان انت صاحية، وان انت الحمد لله ان انت فيكي صحة ان انت تمشي وان انت تشوفي حاجة. قبل ما اختم الفيديو بتاعي، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم من قناتي بيتي على قدي، من بيت بسيط مصري كله مليان حب ودفى. يا رب كده اللي شافت الفيديو وعملت لايك وعملت اشتراك، يا ربنا يحقق لها كل ما تتمنى، كل امنياتها، كل حياتها. ربنا يحقق لها كل ما تتمنى، وكل حاجة هي بتحبها، وكل حاجة هي بتتمناها. واللي ما خلفش وعايز يخلف يخلف، واللي بيتمنى رزق ربنا يرزقه من حيث لا يحتسب، يرزقه بالصلاح، وبيرزقه بالمال، وبيرزقه بكل حاجة، وبالأولاد الصالحين. خلصت كده الأكل بتاعي، وزي ما انت شايفه قطعت طماطم وجنبها فلفل حراق اهو. دي الكبده بتاعتي اهي، طعمها كان جنان. وقطعت كمان فلفل الوان، وعامله طحينه، وعامله بطاطس مقليه. وده طبعا هو طبق كبده تاني. وكنت جايبه عيش كده كان حلو. واكلنا بالهنا والشفا والهنا والعافيه على قلوبهم. يا رب كده يكون فيديو النهارده عجبك. اعملي لي لايك واشتراك ودعم القناه جميل علشان توصلك كل روتيناتي. ويا رب اكون افدتكم، كنت ضيفه خفيفه عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله.